السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم مرة تانية في قناة ماما لايف ستايل. صباح الفل وصباح التفاؤل. النهاردة هنتكلم عن نظرية مهمة جدا، نظرية let them let me. خليهم في حالهم وانت كمان في حالك وريحي دماغك. احنا كستات في حاجات كتيرة قوي في حياتنا محتاجين نسيطر عليها علشان تبقى حياتنا اسهل بكتير، زي اننا نتحكم في البيت بتاعنا، في تنظيف البيت وتنظيمه، في شغل البيت، في الوقت بتاعنا والساعات اللي بتمر، في الاولويات بتاعتنا. كل ده محتاجين نتحكم فيه وده طبيعي جدا. لكن بقى بننسى وبناخد معاه حاجات كتيرة قوي بنسيطر عليها برضو في سكتنا كده، واحنا المفروض ما نسيطرش عليها، زي اننا نتحكم في اولادنا وفي اوقات مذاكرتهم واوقات نومهم واوقات كمان تنظيفهم للأوضة، او انهم يعملوا حاجات في البيت مثلا، او انهم يمارسوا هواية. بنتحكم في كل حاجة. بنتحكم مثلا في ازواجنا برضو انهم يعملوا حاجات معينة، لازم في وقت كذا لازم يكلمك في الوقت ده، ما بتسيبوش ابدا، يعني يبقى ليه مساحته الخاصة في البيت. فبنتحكم في حاجات كتيرة. بنتحكم كمان في اراء الناس عننا. اول ما بيقولوا حاجة غلط بنبقى متوترين وقلقانين عايزينهم يغيروا رأيهم عننا. بنتحكم في المواضيع اللي بتتفتح مثلا في الشغل مع زمايلك. كل حاجة بتحاولي تتحكمي فيها كنوع من انك اساسا بتحبي تبقي متحكمة ومسيطرة علشان تعرفي تديري حياتك بطريقة صح. فبتاخدي الحاجات دي معاها، وده غلط كبير جدا. مش كل حاجة نحاول نسيطر عليها او نتحكم عليها. في حاجات المفروض نسيبها كده مع نفسها. مش محتاجين كل القلق والتوتر اللي احنا يعني بنحط نفسنا فيه، ونفضل طول الوقت بنحاول نتحكم في الحاجات دي. وده غلط كبير جدا. زي ما انت محتاجة تستمتعي بحياتك وتهتمي بنفسك وتسيطري وتتحكمي في حياتك، هم كمان محتاجين ده. محتاجين انهم يبقى عندهم خصوصية، محتاجين يسيطروا على حياتهم او يتحكموا في حياتهم بالشكل اللي هم شايفينه صح. الناس اللي حواليكي محتاجين كده جدا. ودي النظرية اللي احنا هنتكلم عنها النهاردة، هي نظرية let them let me. النظرية دي ذكرت في كتاب let them theory للكاتبة ميل روبنز. الكتاب ده رائع جدا وبجد يعني بيتكلم عن النظرية دي بشكل مفصل جدا. اننا زي ما احنا محتاجين نتحكم في وقتنا ونتحكم في حياتنا ونسيطر عليها، برضو الناس اللي حوالينا محتاجين ده. محتاجين انهم برضو يتحكموا في حياتهم وفي شخصيتهم وفي آرائهم. فبالتالي بلاش نحجر على رأي الناس اللي حوالينا ولا على طريقة حياتهم. زي ما احنا عايزين برضو يبقى عندنا مساحتنا الخاصة وحدودنا وأولوياتنا، هم ليهم كمان مساحتهم الخاصة وحدودهم وأولوياتهم. النظرية ببساطة انك بدل ما تضيعي وقتك في محاولات بقى ملهاش نهاية ومحاولات أكيد فاشلة انك تغيري حد وتسيطري عليه، قولي لنفسك خليهم في حالهم وركزي انت على نفسك. انت هتعملي ايه يعني هتعوزي ايه النهارده، وهتختاري ايه. اختياراتك وارائك انت. خليهم دايما في حالهم let them، وخليكي انت دايما في حالك let me. خليهم في حالهم، في طريقة تفكيرهم، في رأيهم عنك أو عن الناس اللي حواليهم. وكمان خليكي انت مع نفسك، مع المهم في حياتك اللي يهمك، زي البيت بتاعك وأولادك واهتمامك بنفسك وبشغلك. let them let me. فكرة خليهم دي ليها مستويين على فكرة. مستوى الأول هو تعاملك مع الناس اللي حواليكي الخارج دائرة اهتمامك. انت دائرة اهتمامك المفروض تكون لبيتك وزوجك وأولادك وشغلك مثلا، والحاجة اللي انت يعني قريبة منك قوي، يعني دايرة العيلة القريبة منك قوي. لكن اي حاجة خارج الدايرة الصغيرة دي، فدول المستوى الاول اللي احنا بنتكلم عنه في نظرية خليهم او let them. انك ما تركزيش معاهم ابدا. اي حاجة بيقولوها رأيهم، زي مثلا رأي مثلا زمايلك في الشغل عنك، رأي جارتك عنك، قالت ايه، عملت ايه النهاردة، طبخت ايه، سافرت ولا لأ. كل الحاجات دي المفروض ما تركزيش فيها تماما.
فده المستوى الاول اللي احنا المفروض نمحيه تماما من حياتنا، اننا ما نركزش ابدا على الدايره الكبيره البعيده عننا دي، سواء بقى زمايلك في الشغل، جارتك، مثلا ناس على السوشيال ميديا. الحاجات دي كلها ممكن تعصبك وتنرفزك لمجرد انك مركزه معاها طول الوقت. دي حاجات المفروض اساسا ما تتحكميش فيها ولا تحاولي اساسا تفكري فيها طول الوقت، لانها بتاخد من طاقتك على الفاضي. تقولي مثلا فلانه قالت كذا عليا، دي اتكلمت عني، دي قالت كذا، ده عملت كذا، كل الحاجات دي ترضيها من دماغك ومن حياتك الى الابد. اما المستوى التاني من نظرية let them او خليهم، اللي هي بقى المستوى الداخلي بتاعك انت، بيتك واولادك وزوجك، والمستوى اللي هو القريب منك جدا. ده برضو في مستويين، يعني الحاجات اللي انت تقدري تتحكمي فيها واللي انت مسؤولة عنها، زي تنظيف البيت وتنظيم البيت وشغل البيت، وانك تبقي مسؤولة عن تربية اولادك وهم بيقولوا ايه بالظبط وبيتعلموا ايه وبيشوفوا ايه على السوشيال ميديا. الحاجات دي انت اللي مسؤولة عنها، فبالتالي المفروض تتحكمي فيها على قد ما تقدري. لكن بقى في حاجات لازم تسيبي لهم كده مساحة من الحرية، انهم يعبروا عن رأيهم، انهم يختاروا لبسهم مثلا، انهم يختاروا الوقت اللي هم هيذاكروا فيه. هم لازم يذاكروا، وده لازم طبعا تبقي مسيطرة عليه وعارفة انهم لازم يذاكروا، لكن سيبي لهم الوقت اللي هم او سيبي لهم اختيار الوقت اللي هم يذاكروا فيه، او يختاروا مثلا المادة اللي هم هيذاكروها. لازم تسيبي لهم مساحة من الاختيارات او انهم يعبروا عن رأيهم. يبقى هم مسؤولين عن تنظيف وتنظيم الغرفة بتاعتهم، لكن ما تتدخليش انتي في تنظيمهم للغرفة او تنظيفهم. سيبي ليهم حرية الاختيار انهم ينظموا بطريقة معينة او ينظفوا بطريقة معينة. المهم انك تكوني بتشرفي عليهم من بعيد كده، ما تحاوليش تتدخلي في كل حاجة هم بيعملوها، لان ده طبعا بيضايقهم وبيحس انهم مش عارفين يعملوا اي حاجة وكل حاجة انت بتتدخلي فيها. فلازم برضو تخليهم يبقوا مسؤولين عن حياتهم، بس انت تبقي مشرفة من بعيد لبعيد طبعا، عشان ما فيش اي حاجة غلط ممكن تحصل. بلاش تبقي دايما تتدخلي بشكل مباشر في حياتهم وتتدخلي في كل تفصيلة. ده طبعا يعني بيخليهم شخصية مترددة، مش عارفة تاخد قرار، خايفة دايما تاخد اي قرار. برضو زوجك لازم يبقى ليه مساحته الخاصة، يبقى ليه حريته في بيته، انه يقعد عادي جدا، مش لازم يفضل يكلمك طول الوقت، عادي يبقى عنده ركنه الخاص كده، مساحته الخاصة. الهواية اللي هو بيحبها يعملها من غير ما انت طول الوقت تقولوا. انت مثلا لو هو بيحب يرسم مثلا او يقرأ، لازم تسيبي ليه وقته الخاص يعمل ده. لو هو بيحب يلعب مثلا بلاي ستيشن عندك مثلا، او يتفرج على ماتش كورة، لازم تسيبيه يعمل ده، وما تتدخليش في اي تفصيلة من الحاجات دي، لانه كده بياخد راحته في بيته، بدل ما يروح بقى ياخد راحته مثلا في مكان تاني، انه ينزل مثلا مع اصحابه او كده. فده بيقلل. يعني في ناس بتشتكي ان زوجها ما بيقعدش في البيت طول الوقت، لانه مش عايز او مش عارف ياخد مساحته الخاصة في البيت. لازم تسمحي ليه يبقى عنده مساحته الخاصة وحدوده، اللي هو يعني يقعد كده براحته يعمل اللي هو عايزه، من غير ما انت طول الوقت بتتدخلي ويعني بتدخلي كده او بتقحمي نفسك في مساحته الخاصة. عادي جدا، زي ما انت عايزه مثلا تمارسي هوايه ويبقى ليكي مساحتك الخاصه في البيت، هو كمان محتاج ده. وخصوصا انه مثلا طول الوقت بره، فالوقت اللي هو عايز فيه عادي طبعا يقعد معاكي ويتكلم، بس برضه يبقى ليه وقت الخاص يقعد مع نفسه كده، يعمل اي حاجه بيحبها، لانك قاعده مثلا في البيت طول الوقت، فمتاح ليكي تعملي او تحددي الوقت الخاص بيكي ده وهو مش هنا، لكن انت موجوده طول الوقت. فبالتالي اما يرجع من الشغل لازم يبقى ليه برضو مساحته الخاصة، وانت تسمحي بده من غير ما تتدخلي طول الوقت. بلاش تتدخلي في كل حاجة، اسمحي للأولاد ان يبقى ليهم اختياراتهم الخاصة، بس طبعا في حدود المسموح، الحاجات اللي مش هتضرهم. لكن الحاجات اللي هتضرهم لازم طبعا تتدخلي فيها، بس مش بطريقة الإجبار. لو هم يختاروا نوع دراسة أو نوع كذا، لازم تقعدي تتناقشي معاهم وتشوفي ايه الحاجات اللي هم بيحبوها، ميولهم شكلها ايه، علشان تقدري تحطي ليهم اختيارات في حدود الميول بتاعتهم والحاجات اللي هم بيحبوها. بلاش فكرة انك تجبري
تجبريهم على كل حاجة، لأ في وقت معين بيبقوا هم عايزين يختاروا بنفسهم، وخصوصا في وقت بقى بداية الشباب والمراهقة وكده، لازم تحسسيه انه بيختار، مش انك طول الوقت بتجبريه انه يعمل حاجة هو مش عايزها. النظرية دي حقيقي بتنفعنا جدا احنا كستات بيوت، لاننا طول الوقت شايلين مسؤولية كبيرة جدا، بيت واولاد وواجبات وشغل كمان. لما نتعلم بقى نقول خليهم ونركز على نفسنا وعلى اللي في ايدينا احنا، حياتنا هتبقى يعني اخف واهدى بكتير جدا. نبطل نعيش علشان نرضي الناس اللي حوالينا، ونعيش علشان نرضي ربنا اولا، وبعد كده نرضي نفسنا. النظرية دي مريحة لينا جدا، بتقلل التوتر. لما تبطلي بقى تحاولي تتحكمي في كل حاجة، بتلاقي نفسك اهدى بكتير جدا. بتديكي حرية، مش لازم تعيشي علشان ترضي كل الناس. كمان بتوفر الطاقة بتاعتك، بدل ما تضيعي طاقتك على الجدال والزعل، بتستخدميها بقى مع نفسك وفي بيتك وفي عيلتك. جارتك مثلا اللي مش عاجبها اسلوبك في تربية اولادك، بدل ما تفضلي بقى تدافعي وتبرري وتقولي لها مثلا لا انا بعمل كذا وكذا، قولي لنفسك كده، خليها تقول اللي هي عايزاه، وخلي طاقتك لأولادك مش لآراء الناس. فكري بقى حاليا دلوقتي في كل المواقف اللي ضايقتك الفترة اللي فاتت دي، وجربي تقولي مع نفسك كده خليهم يقولوا اللي هم عايزينه. هتحسي براحة غريبة جدا، كأنك شلت كده هم من على كتافك. فكري في الموضوع ده وقولي لي رأيك في التعليقات. وعلى فكرة الموضوع ده هيبقى اسلوب حياة بعد كده، خليه يعني حاجة كده طبع فيكي، انك دايما تقولي let them let me، يعني خليهم في حالهم وخليني انا مع نفسي ومع حياتي ومع تفاصيلي الخاصة ومع اهتمامي بنفسي انا وبيتي واولادي. ده الفيديو بتاعي النهاردة، ويا رب بجد الفيديو ينفعكم ويفيدكم. وصباح الفل، صباح التفاؤل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.